العملات الأجنبية خيط رفيع. الفترة الأخيرة في ناس كتير جدا بقى شغلها على النت، مصممين، فريلانسر، بلوجر، مسوقين، مبرمجين، وشغل كتير بيتم محاسبتهم من بره، تحويلات بالدولار وباليورو، كل ده بقى عادي. بس خليني اقولها لك على الهادي خالص، العملات الأجنبية خيط رفيع، اتعامل بس اوعى تعديه. القانون مش بيمنع انك تستلم فلوس من بره، ولا عنده مشكلة في التحويل، ولا حتى في الدولار. المشكلة مش هنا، المشكلة لما الرقم يكبر والتكرار يزيد. في الأول تحويل ولا 2 ولا 3 تمام، بس بعد حد معين بيجي السؤال الفلوس دي جاية منين؟ وساعتها لازم يكون عندك إجابة بورق، عقد، فاتورة، شغل مثبت، أي حاجة تقول إن ده مقابل خدمة أو شغل مش حركة. وخلي بالك إن استلامك للفلوس متسجل، وكمان تغييرك للعملة متسجل حتى لو مبالغ صغيرة. في مرحلة هتيجي وهتتسأل، مش علشان أنت غلطان، بس عشان النمط اتغير. ولو ما عندكش إثبات هتدخل في شرح وتبرير ما كنتش عامل حسابه، ودي أكتر غلطة بيقع فيها ناس كتير شغلها نضيف. انما بقى الخط الاحمر هو تغيير العمله من منافذ غير مصرح بيها. هنا الموضوع مش سؤال ولا استفسار، دي بقت جنايه. القانون اتشدد قوي في الحته دي وما بقاش فيها هزار، يعني ولا تبديل ولا وساطه ولا تقول لي حد صاحبي. تعمل ايه لو شغلك بيعتمد على العمله الاجنبيه؟ تعمل 3 حاجات بس. خلي شغلك مثبت، خلي التحويل واضح، وابعد عن اي طريق مش رسمي. وانا مش بقول لك كده علشان تخاف، لكن بقول لك كده عشان شغلك يفضل ماشي ومن غير وجع دماغ. وهفضل على طول افكرك دقيقه فهم احسن من سنه في المحاكم.